بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي كبسولة رياضية، اليوم كبسولة هنتكلم في دقيقتين، كبسولات سريعة. تولي أحمد حسام ميدو تدريب النادي الإسماعيلي. أول خطأ بتوقع أنه عمله أحمد حسام ميدو أنه لم يختار الجهاز المعاون له، بل فرض عليه. وأنا أعلم شخصية ميدو كويس. هل ممكن حد يفرض عليه حد؟ هو أعتقد الوحيد اللي اختاره هو عبد المنصف. هل هو اختيار صحيح؟ هل يشفع لعبد المنصف ان هو لاعب دولي مخضرم بعد ما اعتزل؟ هل درس اي شيء في التدريب؟ التدريب علم، التدريب علم وليس ممارسة فقط. في حاجات كتير جدا جدا درسناها، يعني يكفي الأحمال، يكفي العلاج الطبيعي، يكفي حاجات كتير جدا بيحتاجها المدرب. لازم يكون على علم قبل ما ينزل الملعب ويبدأ يدرب. بنطلب وبنتمنى النجاح للدراويش لأنه نادي جماهيري، نادي عريق. بنتمنى النجاح لميدو مع النادي الإسماعيلي. الكبسولة الثانية طبعا حبيبي الكابتن العميد حسام حسن، حبيب جماهير الكرة كلها في بورسعيد. بنتمنى له كل التوفيق مع النادي المصري، لكن برسل له كبسولة سريعة، وهو ان لازم يكون يا كابتن حسام معاك محلل اداء، محلل اداء على اعلى مستوى. هقول نقطة بسيطة جدا جدا لكل الاندية اللي دربها حسام حسن. في معظم المباريات لازم بيدخل هدف في الاول في مرماه، وكابتن حسام على طول بينزل عشان الفوز مش التعادل. فده بيسبب هيدك كبير جدا وحمل كبير جدا على اللعيبة وعلى الكابتن حسام حسن عشان يتعادل ثم يفوز. وبالتالي فهو محتاج محلل أداء قوي، محلل أداء فاهم، ينقل له الصورة بالكامل، تحركات كل لاعب، نجاح كل لاعب في التسليم والتسلم، مدى التزام خط الدفاع بالتعليمات والتدريبات اللي بيقوم بيها الكابتن حسام، التزام خط الوسط، التزام خط الهجوم. كل ده محتاج محلل أداء قوي جدا. الكبسولة الأخيرة تخص برضو النادي المصري ومحافظة بورسعيد. تعبنا كلام في استعادة وبناء استاد جماهيري، استاد عريق هو استاد بورسعيد واستاد النادي المصري. إلى متى؟ نفسي بس مسؤول واحد يطلع يقول لي تاريخ امتى هنبدأ البنى وامتى هينتهي الاستاد. في ايدي خفية وراء هذا الموضوع. كل جمهور بورسعيد بيسأل، كل جمهور بورسعيد بيسأل امتى النادي المصري هيلعب على ملعبه في بورسعيد ويلعب على ناديه واستاده في بورسعيد. كل متابعي كبسولة رياضية شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.